العاقل من وعظ بغيره. فإن لم تكونوا آخذين بقواعد اعتقاد أهل السنة، وفي الناس من يدعي أنه بها قائم ولها آخر، فإن لم تكونوا كذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار وتحملوا مسؤوليتكم وتأملوا في أحوال أهل الأقطار وأهل الأمصار ممن جر عليهم الخروج على قواعد اعتقاد أهل السنة الويل والثبور والدمار. تأملوا واعتبروا، وهذه تجربة يرويها رجل عاصرها وشاهدها في الجزائر الحبيبة. وما أشبه الليلة بالبارحة، وإذا من الله رب العالمين عليك فكشف عنك غلاف العقل وأنفذ إلى القلب شعاع البصيرة لكي يذيب ما هنالك من ثلوج الجمود على أقوال من لا يستحق أن يتبع. علمت علم ما أقول، واقع مشهود منظور ما زال محفوظا لمن أراد أن يراه رأي العين بمشاهده. قال: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها. أما الدين فلأن الاستعمار لم يترك لها سوى رواسب الشرك وشعائر البدع، ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكانت على منهج أهل السنة اعتقادا وعملا، لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد ولا بين سنة وبدعة إلا ما شاء الله. وأما الدنيا، هذا الدين، وأما الدنيا فقد كان للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها خشية أن تغتصب منها نهارا جهارا. فما لبث الأمر أن تدين الناس حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. لما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمة الله على علمائها في الدعوة إلى التوحيد وبيان أمور الاعتقاد الصحيح، أصلح الله رب العالمين البلاد والعباد. فما لبث الناس أن تدين أكثرهم حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي، حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يؤويه المبيت، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافل. ومر به زمان لا تكاد تصادف فيه فقيرا متسولا. أما عن الدين فقد انتشر فيها قبل هذه الفتنة، يعني ما وقع من أمر الاقتتال وإراقة الدماء، انتشر فيها قبل هذه الفتنة التوحيد والسنة، وانحسر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحسارا شديدا. ورجعت المرأة إلى خدرها ووجدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء، وازدحمت المساجد بأهلها، حتى كان الرجل لا يستطيع أن يأتي بسنة التورك في الصلاة لشدة الزحام في المساجد. ودخل الدين كل بيت وعض العدو الأنامل من الغيظ. ثم انتبه العدو حتى تسللت الحزبية البغيضة بالجماعات المتسللة لتأخذ الرؤوس التي كانت معروفة حينئذ بالعصبية في الدعوة والحماسة في القول، فاستقطبتها استقطابا. فمن جماعات تحمل السلاح وتريق الدماء وتسيلها أنهارا، ثم يمضي ما يقرب من ربع قرن من الزمان
بعد خراب البلاد وهلاك العباد وإسالة الدماء ليخرجوا وهم المنظرون لكي يقولوا آسفونا كنا خاطئين. ومن يتحمل وزر الدماء المسفوح والأعراض المستباحة والأمن الذي ذهب والترويع الذي حل؟ من يتحمل هذا كله؟ كأنه يحكي عما كان. فكان ماذا؟ قال فاستفز العدو من الشعب أصلبه عودا وأشده جمودا وأوقد نار الفتنة بينهم وبين دولتهم، فتقلص ظل الدعوة النبوية وحل محلها خطب نارية تهييجية. ربي وش قال في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعبد، في مجال التشريع قال كتب عليكم القصاص، في مجال السياسة قال كتب عليكم القتال. سلاح أرض الوا، أنا أرض الوا بصح مانيش أرض للقرآن الكريم، انتم أرض القرآن الكريم وأرض السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جسوي أرض الوا، يخوفوا بنا حتى ولاو مسلمين. ما كاش سلاح، ما نديروش السلاح، ندير السلاح بركم بالك عاد يقولوا هكذا، ندير السلاح وندير الكراش. يخوفوا فينا. ربي قالنا في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ربي قالنا في القرآن الكريم خذوا حذركم وأسلحتكم. حتى ولد منها مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر، أحدهما الخروج على الحكام وثانيهما التكفير، والتكفير والخروج رضيعا لبان واحد وربيا في حجر واحد، ما حل ديار قوم إلا تركوها بلاقع يا صاحبي. وهذا حق، أفلا تتعظون ألا تعتبرون؟ ودخلنا فتنة يقول طال منها الأمد حتى شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى رعب وعمرانها إلى خرب، وباتت مساجدها الآمنة مسارح للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم في صحيح. فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، هذا ما حدث في الجزائر فأدى إلى ما أدى إليه من إسالة الدماء في الشوارع أنهارا، وما كان هنالك من قتل بالفؤوس وتقطيع للأعضاء بالفؤوس أمام العائلة وهي تنظر إلى عائلها يفعل به ذلك، إلى غير ذلك من سبي النساء لأنهم يكفرون هؤلاء النسوة، فإذا هن سبايا وهن حلال، فليؤخذن هنالك في الكهوف المظلمات وليكن ما يكون. ونشأ جيل بعد ذلك من سفاح ما زال إلى يوم الناس هذا يعاني ما يعاني من تلك الأمراض الكبار. فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، وتثليثا بالخروج على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتربيعا بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء،
وتخميسا بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد. هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشاب بكدر عظيم صفاء دين المسلمين، حتى شوه صورته لدى أعدائه بسبب فساد تصرف أدعيائه. وإنني لأتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر. يقول الرجل: لأن أهل الفتنة والتهييج بتلك الخطب الحماسية والفتاوى غير المسؤولة التي لم تبنى إلا على الجهل والتهور من أقوام هم حدثاء الأسنان ليسوا بقعيدين في العلم بحيث يستفتون عند حلول النوازل، كانوا يباركون ما يحدث ويقولون: إلى الأمام إلى الأمام يا رجال. والدماء في أعناق هؤلاء يأتون بها يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. يقول: وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في اضطراب وأبناءها في احتراب، ولو كان هذا من كافر واضح لازال العجب، فالعدو الخارجي حي لا يألونا خبالا ولا يدخر عنا وبالا. تلك سنة معلومة، إلا أن المقلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي، حتى كانت كوخز الإرر في المضاجع. الخطب خطب فادح والعيب عيب فاضح، وعارنا في الناس لا تحمله النواضح. ثم لا غنى لسائر الأقطار الإسلامية عن هذه الرسالة، لأن البلاء واحد والمسلمون لحمة واحدة. فهل وعى قومي؟ ليت قومي يعلمون. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء الصراط، وأن يحسن لنا جميعا الختام. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.